سمعوا هذا الرئيس الاتحاد السنغالي هذا اللي راه قال كلام خطير وقادر هذا ما غادي يطيروه. Le 17 mars dernier, depuis ce bureau, le jury d'appel de la CAF a décidé de rayer d'un trait de plume la victoire héroïque de nos Lions, acquise sur le terrain de Rabat pour attribuer cette victoire au Maroc. Face à ce qui s'apparente à un braquage administratif le plus grossier et le plus unique de l'histoire de nos sports, la Fédération sénégalaise de football refuse la fatalité. Le Sénégal ne ploie pas le genou et ne transige pas avec ses valeurs. Notre combat dépasse aujourd'hui le simple rectangle vert et le litige sportif. Il s'agit de défendre l'honneur de nos joueurs spoliés, de préserver l'intégrité du football africain et surtout de lutter de toutes nos forces pour nos 18 supporters actuellement incarcérés dans les zones marocaines otages d'un stage d'un chantage diplomatique inacceptable. دروك جايبين محاميين وحاطينهم تما ودايرين شوها وجايبين قال لك صحفيين واعلام ومناخ باش يديروا البروباغندا. تخيل هادو داخلين في وجوههم تقراهم في وجوههم خاسرين لافير وخاسرين لافير ديريكت. الناس هادو بلطاجه هادو السينيغاليين عايشين بالبلطاجه. المغرب بوزيقلع يدير محامي مطردك. جورج هذا معروف شي 8 سنين ولا هو خدام في الطاس داخل اصلا وهذا محامي كبير ومعروف يعني في العالم وكاع القضايا ديالو اللي يدخلهم ما يخسرهم. يعني لو كان ما تكونش قضيه رابحه ما يدخلش. وعنده مكتب كبير ليبرا كذا، عنده واحد المكتب ديال ليبرا كذا معروف. هذا المحامي هذا سويسري الجنسيه ومعاه بزاف راكم عارفين يكونوا مع محامين اخرين مكتب، يعني مكتب كبير. وهذا هو اللي غادي يجيب لهم الذبوح، لانه الجامعه الملكيه راه عطاتهم معطيات جديده. المعطيات هذو اللي عطاتهم له ما عطاتهمش لاكا بالناس باش تكون جهه. المعطيات الجديده هذه اللي عطاتهم له راه ما عطاتهمش لاكا في الدوسي ديال لاكا. وغادي هنا هذا رئيس الاتحاد السنغالي غادي يتشتت مسكين ما يبانلوش اثار. هاد التهديدات والبروباغندا اللي راه يديرها الا خوف، لا هو لا هاد المحامين ديالو اللي جامعهم في واحد الطابله تما في واحد الكوري حتى هو هنايا وحطوهم. وغادي هذا المحامي اللي دارتو السنغال زعما كان ربح واحد القضيه مع المغرب، القضيه ديال 2015 وراكم تعرفوا ما كانش بوحدو يعني كانوا بزاف مسكين. هو جابتو السنغال زعما باش يربح عاود المغرب، راه ما غاديش يربح. راه جابوا لك محامي كبير، ومحامي هذا هو اللي غادي يجيب لك السكه تاعهم لانه عارف خبايا الطاس وداخل في الطاس. والقضيه راه مربوحه مليار في المغرب في المليون. وهذو صحافه الزيك والاعلام المصري وكلشي غيتقسم صدمه، لانه هذه القضيه هي اللي غتبدل الكره. وراكم شفتوا اليوم لي ستاتيستيك اللي حطتهم الفيفا، القوانين اللي حطتهم الفيفا الجداد. انا حطيتكم من هنايا قوانين اللي دارتهم الفيفا الجداد اليوم. راه القوانين الهبال، عندك 10 ثواني تخرج من الملعب، 5 ثواني تلعب الدوش. المهم فيها بزاف القوانين دارتهم جديده. هاد القوانين اللي كنت طبقت على مصر وعلى السنغال هادو بجوج بهم يجريو عليهم ديريكت، يدخلوهم للحباس ديريكت، لانهم بجوج بهم ما طبقوهمش لا مصر ولا السنغال. دونك تخيلوا مصر لعبها في الامريكا تقريبا ما تطبقش هاد الحوايج الطيح. المهم بزاف. المهم شوف، بعد اول متضرر هو المصريين البكايه، وهاد السنغاليين البكايه متضررين. هادو مساكين غادي يوليو مارشاري، لان هادو الجامي وسيرتو المصريين هادشي اللي طبق عليهم في افريقيا راه غادي يبقى البكا والنواح. المهم هذه من جهه. اليوم قلت لكم كان اجتماع، مش اجتماع جايبين محامين، الناس طرح عليهم اسئله. سيد قال لهم طرح عليهم واحد السؤال، قال لهم اودي المغرب مشى ب 82 84 على مادتين ومشى على واحد الحاجه، وهما في عوض يجاوبوه قالوا حنا ما عارفين والو، عاد نجمعوا عاد نديروا معطيات. واحد الرئيس الاتحاد السنغالي يقول يبتز في المغرب وقال لك راه هائن ومنا باش يدير زعما باش يدير البروباغندا باش تبان الاشعاع ديالها ما طلعتش. المحامي هذاك السنغالي الاخر يقول لك المغرب مشى على 4 ديال الحوايج. زعما مسكين ما شوف كاين شي حوايج قسم لكم بالله ما فاهم فيهم حاجه. راهم غاديين يتشوهوا اكبر تشويهه. هما علاش مشاو للطاس؟ هما مشاو خوفا من الشعب، من الشغب والمشاكل اللي غادي يديرهم الشعب السنغالي. قالوا نقلعوا للطاس، بصح غير ملي مشاو للطاس لقيت قال لهم روح عليكم راني ندور. نزيد درك غادي ندير لكم باش نقصيكم عامين ما تشاركوش في كاس افريقيا. وممكن القضيه هذه تحكم قبل كاس العالم وما يشاركوش في كاس العالم، يتحرموا من كاس العالم. ممكن جدا جدا، لانه قضيه كبيره.
هذه من جهه. قلت لك انا هذا الاعلام ديالنا ديال الزريبه ديالنا هو اللي راه يدير معاهم هذه البروباغندا. هو الاعلام ديالنا درك المشكل، الاعلام ديالنا مسكين غير تابع. ولكن انا الحاجه اللي غادي خصني نقولها للاعلام ديالنا، نهار الطاس تقعرهم بحكم قضائي ما تخرجش تبكي عليه. راني خارج غتخرجوا وتقولوا كيفاش وعلاش داروا مليح مع المغرب. راه الطاس هذا، ياك نتوما تستعرضوا بالطاس، ياك نتوما تهلهلوا بالطاس، ياك نتوما تقولوا الحكم سيدي المحكمه هذيك عادله، ايوا تلقى تكون عادله. انا شفت حافظ الدراجي انت راك اصلا ما الله القسم جراو عليك، من جراو عليك وانت غير دير. راني شفتك كلنا عارفين دلوقتي في الفترة الحالية السنغال مش يعني عايز اقول لك ان هي مش على بعضيها في الوقت ده. دلوقتي شايفين رئيس الاتحاد السنغالي بيتهكم على فوزي لقجع، يتهكم على المغرب ومستنكر تماما ان او غير متقبل بالمرة ان كاس افريقيا ينسحب من المنتخب السنغالي. فالموضوع عامل ازمة في السنغال بشكل كبير جدا، وقرار الطاس قرار لا رجع فيه. قرار الطاس حكم ان المنتخب السنغالي تم انسحابه، وده ضعف موقف المنتخب السنغالي بطريقة كبيرة جدا، وقوى موقف المنتخب المغربي بما انه المنتخب الذي لم يعني يرحل من ارض الملعب. فده انصاف وعدل للمغرب، وحق المنتخب المغربي يعني يعتبر كده رجع. طيب دلوقتي لما نشوف الإعلام المصري والإعلام الجزائري والإعلام السنغالي وحتى معظم الإعلام الأفريقي يا جماعة بيتكلم بالسوء على المنتخب المغربي ومستكتر النجاح على المغرب، وبيقول إن الطاس يعني تخلف غريب جدا. بيقول لك إن الطاس بيجامل فوزي لقجع. هي وصلت للدرجة دي؟ لا ثانية واحدة، احنا عايزين نعرف وعايزين نفهم وعايزين نركز شوية في الكلمتين دول. هي وصلت يعني فوزي لقجع هيجامل الكاف الافريقي، هيجامله فوزي لقجع، الفيفا هتجامله طب الطاس اللي هو المحكمة الرياضية اصلا، يعني المفروض يعني انت لما كل السبل بتبقى مقفولة قدامك اتجاه امام الكاف او امام الفيفا بتلجأ للطاس، تلجأ للمحكمة الرياضية. فكمان المحكمة يعني هتكولس مع فوزي لقجع. طب في ساحر لهم مثلا ولا حاجة؟ ما هو ان كان اللي بيتكلم عاقل يبقى المستمع مجنون او العكس. فاحنا يا جماعة بقينا في حالة غريبة جدا، وبقينا امام يعني ناس غريبة الشكل واللون. دايما بنشوف تهكمات على المغرب، دايما بنشوف ناس بتتكلم عن المغرب بالسوء. الى متى يعني؟ عايزين نعرف لحد امتى هنوصل لحد يفهم وحد يعقل. هو طب المحكمة الرياضية ديت يعني المفروض يعني لا معايا ولا معاك، المفروض بتحكم بالأوراق والبراهين وبالأدلة والكاميرات كل حاجة ثبتت ان المنتخب المغربي هو ليه الأحق ان هو يفوز بهذا الكان الأفريقي. ان شاء الله بإذن الله النصر من عند ربنا دايما، ونشوف المنتخب المغربي هو اللي يتوج ببطولة كأس أفريقيا. خلاص هو الفيفا رسميا اعتمدت المغرب بطلا لكأس أفريقيا، واعتمدت تصنيفه وترتيبه العالمي، بحيث ان منتخب المغرب
بقى رقم 5 عالميا في الترتيب الفيفا العالمي. لك أن تتخيل قيمة وقدر المنتخب المغربي قد إيه كبيرة عند العالم كله. حرفيا العالم كله منتظر قرار الطاس في إنصاف المغرب، في إنصاف المنتخب المغربي، في إنصاف فوزي لقجع وترجيعه حقه للمغرب. إن شاء الله بإذن الله نشوف أبناء المملكة المغربية دايما منتصرين. ف بس أنا مش عايز بقى، ما بحبش أنا اللي بتلون ب50 لون ده، أو حتى بوشين يعني. مش حابب النجاح للمغرب ما تطلعش بعد ما خلاص الكافة بقت ربحانة للمغرب، وتطلع تتكلم حلو طب ما انت اكمل اول ما تتكلم كلمة بما يرضي الله، اتكلم كلمة حق في حق ابناء المملكة المغربية. اقل حتى يا جدع، عشان ما يتقالش عليك منافق، وما يتقالش عليك حقود وحسود وعندك سواد وغل غير طبيعي، ما تطلعش يا تتكلم اصلا عن المغرب، متتكلمش عن المنتخب المغربي. كان تطلع وتفرح لما المنتخب السنغالي يحصل على بطولة كأس أفريقيا بعد المباراة، وتطلع دلوقتي تدافع عن المنتخب المغربي. ما هو ده نفاق، ده في حد ذاته مش كويس. إن شاء الله بإذن الله النصر من عند ربنا للمنتخب المغربي، وربنا يحفظ أبناء المملكة المغربية والشعب المغربي أينما كانوا في كل مكان في